مر معنا في الدرس المتقدم كلام ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قواعد الصفات. قبل ذلك مر معنا الكلام في القواعد على قواعد في نصوص الأسماء والصفات، ثم القواعد في الصفات الأسماء، ثم القواعد في الصفات. طيب، ما هو القاعدة في نصوص الأسماء والصفات؟ الواجب، ما القاعدة؟ الواجب في نصوص الأسماء والصفات، نصوص أيوة أيوة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير لغير ما أنزل الله. هذا الواجب في نصوص الكتاب والسنة في نصوص الأسماء والصفات. طيب، القواعد في أسماء الله، ما هي القاعدة في أسماء الله؟ أسماء الله كلها حسنى. الدليل: ولله. الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت دليل شرع. الرابع: كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله، على ذات الله وعلى صفات الله وعلى تضمن وعلى الآثار المترتب عليه إن كان متعديا. طيب، مر معنا القاعد في صفات الله. القاعدة الأولى، الفرع الأول: صفات الله كلها عليا. صفات الله كلها عليا، صفات مدح وكمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. والدليل قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. الفرع الثاني: ثبوت أسماء الله، صفات الله تنقسم قسمين. ما هي؟ ثبوتية، سلبية. ثبوتية هي ما أثبتها الله لنفسه، والسلبية ما نفاه الله عن نفسه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الفرع الثالث، أي في القواعد التي تتعلق بصفات الله عز وجل. قال: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين: كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء. نعم، صفات الله عز وجل الثبوتية التي هي ثابتة له على قسمين: ذاتية متعلقة بذات الله لا تنفك عنه كالسمع والبصر والحياة العظمة والقدرة. وصفات فعلية أي أن الله يفعلها متى شاء كالمجيء
النزول والاتيان والاستواء على العرش، أنه لم يكن مستوى ثم استوى، فعل الله عز وجل ثم استوى. وكذلك يعني الضحك، يضحك الله إلى رجلين. متى يضحك الله؟ يضحك الله إلى رجلين. وغير ذلك من الصفات الفعلية. وهناك صفات تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، كصفة الكلام. أصل الصفة الله عز وجل متكلم، الله عز وجل متكلم له صفة الكلام، لكن الفعل متى يتكلم؟ متى شاء. كصفة الفعل مثلا عندما كلم الله عز وجل موسى، هنا فعل الله عز وجل. وعندما كلم الله عز وجل أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل، كلمه الله عز وجل عند المعراج، عندما عرج به يعني إلى ما فوق السماء السابعة، إلى ما فوق السماء السابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معروف خير الخلق، ففضل الله عز وجل موسى على غيره، يعني على بعض الأنبياء بأنه وكلم الله موسى تكليما، وفضل الله إبراهيم بأنه خليله، وفضل الله نبينا محمد بأن جمع له بأنه خليل وأنه كلم الله خليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذني خليلا، كما اتخذني خليلا. وأما الكلام فليلة المعراج، لذلك فضله الله عز وجل بأن جمع له تلك يعني الصفتين التي كانت في غيره. قال: الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها 3 أسئلة. كل صفة من صفات الله. السؤال الأول: هل هي حقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول: نعم، حقيقة، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. أصل في الكلام أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. لله عز وجل مثلا صفة السمع، السمع حقيقة، والله عز وجل سمعه كما سيأتي ليس كسمع المخلوقين، يعني التمثيل أو التكييف. البصر حقيقة، يبصر، يسمع السر والنجوى، يعلم العلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صفة الحياة حقيقية، صفة يعني الوجه حقيقية، صفة اليدين حقيقية، صفة يعني العينين حقيقية، صفة الضحك حقيقية، وغير ذلك من الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم حقيقية، لكن هذا نعم حقيقة أي نثبت معناها، بمعنى حقيقية أي أن لها معنى، حقيقية أي أن لها معنى، ونحن نثبت ذلك المعنى. لكن هل يجوز تكييفها؟ لماذا؟ نقول الله يضحك كذا، ضحك الله عز وجل كذا، وجه الله عز وجل كذا، لا يجوز، لا يجوز تكييفها. ضحك الله ككذا، تكييف. فكما قال الإمام مالك عندما سئل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول في كل صفة. يكون الجواب في كل صفة. تكلم الله عز وجل، نعم، كلام الله معلوم، والكيف مجهول. ضحك الله، نعم، ضحك الله معلوم، الضحك معلوم، والكيف مجهول. وجه الله، الوجه معلوم، والكيف مجهول. عين الله، العين معلوم، والوجه والكيف مجهول، والكيف في كل صفة. هذا الجواب يصلح في كل صفة. قال: وجواب الثاني أي هل يجوز تكييفها؟ لماذا؟ لا يجوز تكييفها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به
علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. عقل الإنسان محدود، عقل الإنسان صغير أمام هذه المخلوقات، يعني لا يمكن أن يعني أن يكيف يعني صفات الله عز وجل، لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. قال: وجواب الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟ وهذا لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. الله عز وجل نفى أن يكون هناك مثله، أن يكون مثله شيء. قال: ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ما في غاية فوقه، آخر الكمال المطلق، الكمال المطلق في صفاته، فلله المثل الأعلى. قال: الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. مثلا يعني ولله المثل على صفات المخلوقين يتصف بالعلم، مهما بلغ في العلم المخلوق فإنه كان قبل ذلك جاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لم يكن موجود أصلا أولا، ثم وجد وهو جاهل، ثم بعد ذلك يلحقه نسيان في العلم. عندما يكون عالم وإن كان عالم ينسى أشياء، صح؟ ينسى. وكذلك يلحقه زوال بأن يموت. الله عز وجل لم يسبقه يعني جهل، ولم يلحقه نسيان وزوال، فلله المثل الأعلى. قال: والفرق بين التمثيل والتكييف، ما الفرق؟ لا نكيف ولا نمثل، هما يعني في الظاهر بمعنى واحد، لكن الصحيح فرق. قال: والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل. يعني التمثيل مثل تقول صفة الله كصفة المخلوق، صفة الله كصفة المخلوق، يد الله مثلا كيدي، أو يد الله كيد يعني المخلوق كذا، كيد المخلوق كذا، هذه مماثلة. جئت بمعنى الكاف، وإن جئت بمعنى الكاف لكنها مماثلة، مثل يد كذا، مثل هذا تمثيل. لكن التكييف قال أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيد بمماثل. تكيف في رأسك يد الله كذا وكذا، مثل كذا وكذا وكذا، تمثل في عقلك فقط، تكيف. لا تقول يعني يد الله مثل كذا، مثل يد فلان، مثل يد المخلوق، مثل يد مخلوق يعني من مخلوقاته، لا، تقول يد الله مثلها كذا، تضخم، وإن ضخمت ما ضخمت، هذا هو الكيفية. لا يجوز التكييف. فهمتم الكيف؟ أن تجعل للصفة مماثل، مثل كذا، مثل هذا. يعني مثلا هذا الكتاب مثل يعني كتاب، يعني مثل المصحف، أو مثل يعني كتاب يعني الفقه، أو فهمتم؟ مثله، هذا التمثيل. ولكن التكييف أن تقول يعني هذا الكتاب يعني ككذا، مثله كذا، ليس مثل الكتاب الفلاني أو مثل كذا، لا، مثل كذا. مفهوم؟ بغير تمثيل لشخص معين، لصفة معينة، لا، أنت تجعل الصفة في رأسك فقط، تكيفها في رأسك بغير مماثلة للمخلوقين. هذه الكيفية. قال: مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان، ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخييل. قال: القاعدة الرابعة، أي فيما نرد به على المعطلة. أولا القاعدة الأولى ما هو الواجب علينا في نصوص الكتاب والسنة. القاعدة الثانية في أسماء الله وتحتها فروع. القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع. هذه القاعدة الرابعة. قال: فيما نرد به على المعطلة الذين يعني ينفون الصفات عن الله، يقولون الله لا يعلم، الله ليس له قدرة، أو الله لا يضحك، الله لا يتكلم، والعياذ بالله، إلى غير ذلك مما ينفونه من صفات الله عز وجل. قال: المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها
ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر، وجه رابع أو أكثر، يعني نرد عليهم بهذا. أولا أن نقل قولهم خلاف ظاهر النصوص، مثلا في السمع يقولون الله عز وجل لا يسمع، هذا خلاف النصوص. الله عز وجل أثبت له سمع، صح، والله هو السميع البصير والله هو السميع العليم، وهو يعلم سركم ونجواكم. وقال في آية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من يعني وسع، أو بمعنى كلام سمعه الأصوات كلها، والله إني في الحجرة بجنبهم ولم يعني أسمع بعض حديثهم أو أكثر حديثهم، والله عز وجل سمع حديثهم. قد سمع الله قول التي تجادلك، أي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي، فالله عز وجل أثبت له صفة السمع، هذا ظاهر النصوص ظاهر الأدلة. هم يقولون لا، ليس لله سمع، ينفون، إذن هذا خلاف ظاهر النصوص، يرد عليهم خلاف ظاهر النصوص، أي الدليل، النصوص الدليل من الكتاب ومن السنة. الثاني خلاف طريقة السلف من الصحابة والتابعين. الصحابة والتابعين يثبتون لله عز وجل أن لله عز وجل سمع، وكذلك من يعني من السلف من التابعين يثبتون أن لله عز وجل سمع، فهؤلاء لا يثبتون، إذن خالفوا الطريقة. والله عز وجل يقول ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله، ومن يتبع غير سبيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الثالث ليس عليه دليل صحيح، الذين يؤولون مثلا في صفة القدرة أو صفة اليد لله عز وجل، يقولون هي قدرة الله، ما هو الدليل؟ الله عز وجل أثبت في آيات أخرى له القدرة، الله هو العليم القدير، الله لا وهو القادر فوق عباده، وغير ذلك من الأدلة أثبت فيها القدرة. وفي آيات أخرى أثبت بل يداه مبسوطتان، ما هو الدليل على أن اليدين هنا مراد بهما القدرة؟ ما في دليل، فقط الهوى، فقط الهوى. إذن هذا قولهم من ثلاثة. وقد يكون هناك وجه رابع سيأتي معنا في يعني عند ذكر الصفات في الرد على هؤلاء، في الرد على هؤلاء المعطلة الذين ينفون بعض أسماء الله وبعض صفات الله، أو ينفون الصفات بالكلية، أو لا يثبتون إلا قليلا من الصفات. طيب نكتفي بهذا القدر لهنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.